بغيتو تصايبوا اي كيك عيد ميلاد ولا اي حاجه، انا عندي لكم طريقه سهله وبسيطه وفي نفس الوقت عمليه متوفره في كل دار. انا زربت لكم الفيديو باش ما نطولش عليكم في الهضره ونوريكم مكونات ديالنا. هذه درتها بمناسبه عيد الام، يعني سهله ما تحضر في وقت قصير بلا ما تشريها بلا حتى شي حاجه، وحتى المبتدئين راه تجيهم سهله. المكونات ديالنا عباره عن 4 البيضات، كأس زيت، كأس حليب، 3 الخمارات. المهم حنا البيض والزيت كنميكسيوه والسكر حتى كنتحصلوا على مكونات متجانسه. من بعد ذلك كنزيدوا عليه الحليب، ومن بعد كنزيدوا عليه الخماره، وكنمشيو نوجدوا داك المول ديالنا اللي حنا باغيين نخدموا به باي شكل دائري او لا قلب. كندهنوه بالزيت بالدقيق وكنخليو على جنب، نخليو هادشي كيختمر لينا. ضروري يختمر لك باش النتيجه كتعطيك. شوفوا كيفاش كتجي، يعني ملي كتعرفي راه اختمرت راه شتيها كيفاش كتجي ولا تبان لك العجين ديالك عاقده. تما صافي كتخلطي المكونات ديالك هادي وكتزيدي عليها كاس الى كاس ونص ديال الدقيق. هذا اللي كان يعني كيشرب بزاف، وإلا كان زعما دقيق عادي فغتحتاجي من كاس الى 2 كيسان حتى 3 الكيسان. يعني الدقيق ديالك هو اللي غادي يحكم واش غادي تزيدي كتر ولا قل، المهم على حسب واش كيشرب ولا لا. المهم انا خدا ليا كاس ونص ديال الدقيق، كنخلط مزيان حتى كنتحصل على مكونات متجانسه، ما فيها لا حبيبات لا والو. ضروري ما تغربليه واخا يكون في داك الكرتونه ديالو، يعني راه ضروري طيح شي حاجه ما تعرفي. المهم خلطي المكونات ديالك وحطيه في الكيك المول ديالك، والكيك راه كتبقى تزين على حسب الرغبه. انا درت واحد الصوص ساهل ماهل زوين، زوقته بشعيرات الشوكولاته. تنشارك معكم هاد الصوص في فيديو اخر ان شاء الله، نوريكم الطريقه ديالو، راه سهله وزوينه وعمليه.